انا رحت اشتريه لقيته ب70 جنيه، فقلت ازاي يعني اجيب بس ازازة نعناع بس خام ب70 جنيه. تعالوا يلا النهاردة نعمل فكرة النعناع الخام في البيت، مش هتكلفنا 15 جنيه. بجد مش هتكلفكم 15 جنيه، وهيبقى عندكم احلى نعناع خام في البيت. حاجة كده في منتهى الجمال، ووداع الاسعار التجار اللي عمالة بتغلى وبتزيد. فحرام، تعالوا يلا نوفر ونعمله في البيت بطريقة حلوة وممتازة. زي ما انتوا شايفين كده، حاجة في منتهى الجمال، خام وتقيل. حلو جدا جدا ومنعش في الحر اللي احنا عايشين فيه الايام دي. حاجة كده ترطب على قلبنا بجد. يلا على طول نسمي الله ونصلي على رسول ونشوف المقادير معانا. بس لو اول مرة بتشوفوا قناتي، يا ريت ما تنسوش لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو انا بعمله. وتعليق تعليق كده حلو تقولوا لي رايكم في الكومنتات. اول حاجه انا جبت 5 ربط نعناع اخضر فريش زي ما انتم شايفين، حلو جدا. تمام، هبدا ان انا اقطع الورقه، مش الورقه بس، كمان لو العود معاكي طري قطعيه خديه. كل ده هينفعنا جدا. تمام، هحطه بقى في طبق واغسله كويس جدا. هبدا اجيب حله على النار واحط على البارد الاول، بعد كده هرفعها على النار. معايا 3 كوبايات من السكر، ومعايا 1.5 كوباية من المية، يعني معيار السكر ضعف المية. حطيتهم على النار وهسيبهم بقى يغلوا لحد ما يدوب تماما ويبقى زي الشربات، وهيتقل طبعا. دلوقتي بقى بعد ما غسلته ونشفته كويس، هبدأ بقى ان انا اجيب بالمقص كده واقطعه. انا مش عايزاه قطع صغيرة، علشان لو قطع صغيرة وانا بصفيه هحتاج لقماشة وهحتاج لحاجة يعني تبقى ضيقة جدا. ولكن ان انا اقطعه كده، انا محتاجة العصارة اللي فيه، وفي نفس الوقت ما يضايقنيش وانا بصفيه من القشر ده او من الورق بتاعه ده. زي ما انتوا شايفين كده الشربات غلي تماما، واي شوايب بتطلع كده على الوش تقدري تشيليها. بعد كده هنزل بالنعناع واحطه في الحله واديله غلوتين، يعني لمده 10 دقايق بالظبط، مش اكتر ولا اقل. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا 10 دقايق وطفيت عليه على النار وغطيته. انا قاعد معايا ليلتين. انتي لو حابه ليله واحده تمام مفيش مشكله، بس انتي كل ما تقعديه كل ما ريحه النعناع وطعم النعناع بيبقى اقوى. طبعا مش قادره اوصف لكم الريحه كانت في البيت عامله ازاي. ريحه النعناع من اكتر الروائح اللي انا بحبها، كمان انا زرعاه عندي في البلكونه فانا بعشقه. حاجه كويسه جدا. زي ما انتوا شايفين انا صفيته بالمصفى، ولكن انت لو قطعتيه قطع صغيره قوي قوي هتحتاجي لخيشه او قماشه تبقى ضيقه جدا جدا. بعد كده هبدا اجيب لون صحي. لون صحي ده من عند اي بتاع مستلزمات حلويات، اللون الاخضر ده. وزي ما انتوا شايفين كده حطيت وبدات اقلب ولحد ما اخد الدرجه اللي انا عايزاها. اللون اللي انت عايزاه حطيه، يعني محتاجاه غامق او فاتح. بعد كده اللي هيحفظ بقى معايا النعناع ويقعد معايا فترة طويلة، شهر شهرين 3 زي ما انت عايزة، ملح الليمون، نص معلقة ملح ليمون، وتحطيه عليه وترجعيه على النار تاني 10 دقايق. وبعد كده تسيبيه يبرد. وتعالوا شوفوا بقى قوامه تقل ازاي. قوام في منتهى الجمال بجد، حاجة كده روعة. انا بجد مش هشتريه تاني. انا ليه اشتريه انا بالاضعاف اللي انا شايفاها دي وانا اقدر اعمله في البيت؟ حاجة سهلة بجد وممتعة وطعمه احلى، يعني طعم بجد حاجة كده روعة، غير خالص خالص اللي احنا بنشتريه. تعالوا بقى نجربه. حطينا مكعبات تلج، وطبعا 7 شرايح ليمون. ممكن كمان شرايح الليمون تجيبيها مع النعناع الاول، مع النعناع الخام، وتضغطي عليها كده تطلع مزازة الليمون. وبعد كده حطي 7، وبعد كده زيني بقى بالنعناع وبالليمون. حاجة في منتهى الجمال. يا رب يكون عجبكم، وسهل وبسيط مش مكلف، وحلو جدا في الحر اللي احنا شايفينه ده. الجو حر بجد، يعني حاجة بسيطة زي كده تقومي تعمليها في ثواني. والنعناع كمان تحطيه ترميه تنسيه خالص من دماغك، موجود في البيت في اي وقت تقومي تعمليه. سهل وبسيط جدا. يا رب يكون الفكرة عجبتكم واستفدتوا لو بمعلومة حتى بسيطة. ما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات.
وتعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفاد بالمعلومات دي. استنوني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.